الذي يريد ان يجد نفسه في هذه البطولة. هنا محاولة عن طريق ممتازة والتسديد، الله، جول اول لسوريا، جول اول لسوريا يأتي عن طريق محمود آمنة الذي يسجل اول اهداف سوريا وثاني اهدافها الشخصية بعدما سجل هدف في مرمى البحرين. الان يسجل بعد مهارات كبيرة مرمي خلالها من امام علي حسين رحيمة، والاعلام في الواقع السورية الان ترتفع هنا في نادي قطر الرياضي. راح تحلو المباراة، راح تولع المباراة، راح تتشعل. لاحظ تصميم حاد وايضا حوار كبير مع الدفاع، استطاع التغلب عليها عن طريق اللاعب محمود آمنة. مهارات كبيرة، اصرار على الوصول الى الكرة، تسديدة يمينية يقف من خلالها الحارس نور صبري عاجزا على تسجيل عن رد اللعبة الماضية. الكرة بعد تألق اللاعب محمود آمنة يتقدم من خلالها، يعمل كرة يمينية، والحارس نور صبري الذي لا زالت خطورتها تصل من جديد الى نجعة اكرم، يسدد كرة ومحاولة تسديد، الله، وجاءت الفرحة العراقية عن طريق رزاق فرحان. انا قلت ان المنتخب العراقي يحاول في الثواني الاخيرة من عمر هذا اللقاء ان يعيد البسمة لجماهير الحاضرة هنا في ملعب نادي قطر الرياضي ليسجل رزاق فرحان، لا اقول من فرصة انما من ربع فرصة يستغلها بخبرة دولية كبيرة لرزاق فرحان. لاحظ الرمية الجانبية التي لا وجود للاوفسايد في لعب الرميات الجانبية، وصلت الى عماد محمد، حول كرة ممتازة عرضية بعد اخفاق دفاعي واضح عن طريق انس الخوجة، عادت من جديد تسديدة من عماد، حصلها في وسط دفاع متكتل تماما عن طريق مدافعي المنتخب السوري، وما بين الكتلة الدفاعية يستطيع المخضرم والخبير رزاق فرحان من لعبة برازيلية في غاية الروعة، في غاية الروعة في الواقع. متطوع من اصل 800 من اصل 8000، وهنا محاولة وتسديد، الله، الله يا يونس، الله يا يونس محمود، تسديدة يسارية، تسديدة يسارية تصل الى الازهر رضوان ويرضي جماهير العراق. كرة ما تنصد ولا ترد، وواحدة من الاهداف الجميلة التي لا تعد في هذه البطولة. العراق على اعتاب مجد ذهبي جديد بقدم يسارية لا تصد ولا ترد، ولا استطاع ان يتحرك من خلالها رضوان الازهر ولا حتى سنتيمتر. تسديدة قوية في غاية القوة وفي غاية الروعة تأتي عن طريق اللاعب المميز واللاعب الفولاذي في الواقع، اللاعب المميز يونس محمود. لاحظ اللمسة الجميلة في الواقع من رزاق فرحان، لمسة عنا واحدة بجول، لمسة عنا واحدة بجول، كرة ممتازة وتمريرة ممتازة جدا التي ينتصر من خلالها على سوريا. هنا محاولة وكرة العاب، الله على كرة القدم، الله على كرة القدم، والله على سوريا في اللعبة الماضية. ليس بعد يا عراق، ليس بعد يا عراق. وبالتالي الفرحة العارمة يقدمها انس الخوجة الظهير الايسر للمنتخب السوري في لعبة اكروباسية. كنت اقول ان هذا الفوز سيكون الفوز السابع لمصلحة المنتخب العراقي على المنتخب السوري بهذه النتيجة 2-1. الان 2-2 في الاصرار، في العزيمة، في الاداء، في الكبرياء الكروي السوري يتعلق من خلالها انس خوجة، ويستغل في الواقع لمسة ممتازة داخل منتصف الدفاع، يتقدم